لاعب منتخب مصر السابق رضا عبد العالي عبر منصة فيسبوك فيديو ظهر فيه غاضبا جدا من جماهير نادي الاتحاد السعودي، حيث من المقرر إقامة مباراة الاتحاد السعودي والنادي الأهلي اليوم الجمعة في تمام الساعة 9 بتوقيت مكة المكرمة بملعب مدينة الملك عبد الله ضمن فعاليات كأس العالم للأندية 2023. ووجه عبد العالي رسالة قوية لإدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب قائلا: يجب أن تظهر هذا المقطع لكل لاعبي النادي الأهلي حتى يظهروا شخصية النادي الأهلي ويتمكنوا من هزيمة نادي الاتحاد. فما السبب الذي جعل عبد العال غاضبا لهذه الدرجة؟ قال عبد العالي أثناء تصفحه الهاتف الخلوي: رأيت فيديو لجماهير نادي الاتحاد السعودي يسيئون فيه إلى النادي الأهلي المصري، الأمر الذي استفز عبد العال. وعلق على هذا الفيديو قائلا: كيف لجمهور نادي من دولة عربية شقيقة لها مكانتها أن تفعل مثل هذه الأشياء الاستفزازية والمهينة لأكبر نادي في أفريقيا النادي الأهلي، وهذا يدل على خوف ورعب جمهور الاتحاد من النادي الأهلي. لذلك فهم يريدون خوض حرب نفسية تؤثر بالسلب على لاعب النادي الأهلي، ولكن رسالتي للاعب الأهلي: أنتم الأفضل، ولا بد أن تلعبوا بشخصية أعظم نادي في أفريقيا. وأكمل عبد العال: رسالتي لجمهور اتحاد جدة: كان من الأفضل أن تفعلوا كل ما تريدون ولكن بعد انتهاء المباراة، فهذا يدل على أنكم مرعوبين من النادي الأهلي المصري. كما صرح قائلا: أنا أتقبل النقد والهجوم من الجميع ولا أبالي، ولكن هذا المقطع استفزني كثيرا، لذلك أردت توصيل هذه الرسالة لجمهور الأهلي ولاعبيه ومجلس إدارته برئاسة محمود الخطيب. أنا لا أجامل أحدا، ولكن كوني مواطن مصري وجب علي أن أدافع عن كل ما هو مصري، وخاصة النادي الأهلي الذي فاز بجائزة أعظم نادي في أفريقيا لهذا العام، فكيف لنادي بهذا الحجم يتم إهانته من قبل جماهير الاتحاد؟ الجمهور معه نمر يأكل النسر، هل هذا يصح أن يخرج من جمهور دولة عربية شقيقة؟ ثم وجه رسالته إلى لاعيبة الأهلي وللمدير الفني مارسيل كولر: أنتم الأفضل وبإذن الله هتكسبوا، ولكن عليكم أن تلعبوا بروح الفانيلة الحمراء وبشخصية النادي الأهلي. وإليكم ما قاله رضا عبد العالي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. وإليكم أيضا المقطع الذي أثار غضب عبد العال من قبل جماهير نادي الاتحاد السعودي. شوف كلها لهلا قدام الرجال كلهم محمد رسول الله. والله لو فاز الاهلي المصري حتى حيعطيك 10,000 ريال سعودي.